السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو راح نتكلم على أعظم ولادة عرفتها التاريخ، ولادة سيد الخلق، ولادة الذي أضاءت الدنيا كلها، العالم الذي كان غارق في الظلم والظلام حتى جاءت الليلة التي تغير فيها كل التاريخ. راح نحاول نروي لكم قصة ميلاده بطريقة مختصرة وجميلة، وإذا أخطأنا في معلومة أو زدنا في معلومة ما تبخلش علينا بتركها في الكومنت ليستفيد الكل. ولا تنسى الصلاة على النبي قبل أن نبدأ، ويلا نبدأ. في وقت زمان كان كاين ناس يمروا على مكة، كان كاين ناس يمروا بصح يعيشوا فيها، يوقفوا يعيشوا فيها. اللي كانوا يمروا عليها كان الطريق بين الشام واليمن، واللي كانوا عايشين في مكة كانت قبيلة اسمها جرهم. هذه قبيلة ما طولتش وخرجت، لأن قبيلة أخرى اسمها قبيلة خرزاعة هي اللي طردت قبيلة جرهم. قبل أن يخرج قبيلة جرهم من مكة دفنوا بئر زمزم كي ما يستخدموهش اللي يجوا موراهم. شتو سكارة كيفاه؟ بئر زمزم كان أعظم الأشياء اللي كانت في مكة، ما كانش كاين بئر من غير بئر زمزم. وبقى مدفون بئر زمزم حتى ظهر عبد المطلب، وعبد المطلب كان إنسان عادي في قبيلة قريش في مكة المكرمة. وحتى جاء اليوم اللي كان فيه عبد المطلب نائم في سبات، حتى جاء له شخص في المنام وقال له يا عبد المطلب احفر برا، يا عبد المطلب احفر برا. عبد المطلب ما فهم والو، قال له شنو هذه برا حتى يروح لمنا. في اليوم الثاني زادنا من نفس الشخص وجا له وقال له يا عبد المطلب احفر المظنونه، احفر المظنونه يا عبد المطلب. قال له شنو هذه المظنونه؟ اين احفر المظنونه؟ ما فهم والو، راح لمنا. فطن عبد المطلب وقال ما فهمت شيء، وزادنا من نفس الشخص للمرة الثالثة. للمرة الثالثة قال له أحفر طيبة، أحفر طيبة، حتى يسقسيه وين أحفر طيبة؟ أين تقع طيبة؟ فطن راح لمنا. في المرة الأخيرة بعدما نام عبد المطلب في المنام قال له جاء له نفس الشخص وقال له أحفر زمزمة. قال له وين راهي زمزمة؟ وين راهي زمزمة؟ قال له زمزمة لا تنزف ولا تفنى وتسقي حجيج الأعظم. والليلة اللي بعدها ناض عبد المطلب وراح للمكان بالضبط وبدأ يحفر، وحفر وطلع ماء. انصدم الكل، ماء لم يكن عندهم الماء أبدا في مكة. دوروا بعبد المطلب والبير الناس قريش وقالوا مائي. عبد المطلب بزعف قال لهم لا ماشي ماءكم، مائي أنا. وتشاجروا بينهم حتى اتفقوا على اتفاق، واتفقوا الذهاب إلى كاهنة بني سعد، خاطش وقت زمان ما كانوش مسلمين. وكانت هذه الكاهنة في الشام، كانت بعيدة جدا. ذهب هو وبعض كبار قريش حوالي 20 شخص، وفي الطريق لقوا نفسهم بدون ماؤونة، خلاصة الماؤونة، ما عندهم ني ماء ني ماكلة ني والو، حتى تعبوا ويأسوا ما عرفوش وش يديروا. حتى لحقت اللحظة دفنوا قبورهم لنفسهم. فجاء عبد المطلب جالس على الإبل خاصته حتى تنفجر ماء عذب تحتهم في وسط الصحراء. الصحراء خالية، في وسطها تنفجر ماء تحت الإبل خاصة بعبد المطلب وهو جالس عليها. الكل فرحوا وانصدموا، معجزة هذه من عند الله سبحان الخالق. جماعة قريش عرفوا بهذه المعجزة لعند عبد المطلب فقالوا الذي سقاك هذا الماء هو الذي سقاك زمزم، اذهب فإنها لك. اقتنعوا بأن الماء خاص بعبد المطلب. من تلك اللحظة وعبد المطلب انقلبت حياته 90 درجة، أصبح من كبار قريش بسبب معجزة ماء زمزم بالطبع. مع العلم أنه عبد المطلب ما كانش عنده أطفال، من كثرة حبه أن يكون عنده أطفال ذهب للكعبة وقال أمامها قال يا رب لو رزقتني 10 أطفال راح أذبح واحد منهم لك يا الله. في وقت الجاهلية بالطبع هذا. وبعد ما دعا الله رزقه الله 10 أطفال و6 بنات. وبعدما دعا الله جمع أبناءه الذكور بالطبع وقال لهم بعدما دعيت الله رزقني وراح أذبح واحد منكم. وقالوا في ذاك الوقت من أبنائه أن عبد الله من أقرب أبنائه أو أصغرهم، كل واحد شو يقول. وقرر أن يفعل قرعة لهم بين أبنائه، وقرعة زعم لمن خرجت على عبد الله. حكم عبد الله وضعه في وسط قريش لكي يذبحه، وراح يذبحه وكل من دايشين وش راح يدير. كبار قريش جو وقفوه وجو ليه، جو يهضروا معاه وسيوا معاه حتى اتفقوا على اتفاق انه يعطوه 10 ابل لعبد المطلب، ودار قرعة ثانية على 10 ابل ياخذهم وعبد المطلب يذبحوا. والورقة الثانية جت في عبد الله وقالوا له حبس راح نزيدوا لك 10 على 20 هذوك ولا 30،
وطلعت عبد الله مرة أخرى، مرة ثالثة، يحاولوا معاه هو يطلع عبد الله وهو يزيد ويطلع عبد الله وهو يزيدوا حتى لحقت 100 إبل. طلعت الإبل عفوا طلعت الإبل مقابل عبد الله. هم على ما حبوش يقتل عبد الله، لأنه لو قتل عبد الله راح يجي أخرين بعده يقتلون أبنائهم لو رزقهم الله ب10 أبناء، متجياش. وكبر عبد الله وتزود وجاب أبناء، جاب طفل جديد وقدمه لأبوه عبد المطلب. كان هذا الابن أعظم مخلوق على وجه الأرض، وسمى عبد المطلب بهذا المولود الجديد بمحمد صلى الله عليه وسلم. فولد نبينا محمد في عام الفيل، وكلنا نعرف أن محمد مات أبيه قبل أن يولد، ومن رباه جد عبد المطلب ومع تربية أبو طالب حتى لحق 40 سنة، وطاح عليه الوحي من عند جبريل في 40 سنة هذه. وهكذا كانت ولادة خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والنور الذي أضاء الدنيا كلها. إذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا بزر اللايك والاشتراك في القناة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد على السيرة النبوية وقصص إسلامية الجميلة. وإلى اللقاء قريبا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.